ازيك يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين، يا رب تكونوا كويسين. تاني رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ايه الدنيا؟ ايه الدنيا يا بني ادمين؟ احنا مش ناسيينكم، عاملين لكم خصومات على اي محل احنا بنتعامل معاه، واولهم شوب نمبر 99. مدينا السماعه الرهيبه دي الاكس اي 21 او 21 بسعر تحفه. في عندهم اوبشن كده حلو قوي بخصم احمد سامح ريفيوز طبعا، وبرومو كود ريفيوز everything لما تشتروا السماعه دي او اي حاجه من منتجاتهم. ولكن خش لهم على الماسنجر وقول لهم احمد سامح ريفيوز بس كده. المهم، السماعه دي بتيجي بلونين، لون اسود ولون ابيض. احنا دخلنا في الموضوع على طول فعلا. مميزاتها حلوه، التصميم بتاعها حلو برضو، بتلزق في الودن، ما بتقعش خالص، بتعزل شويه من الصوت فيها، ما فيهاش اكتف نويز كانسليشن، فيها نويز كانسليشن ميكانيكال اللي هو التب الموجوده عندك تب اكبر منها كمان موجوده جوه العلبه. بص بتلزق كده في الودن، بتكون بشكل حلو قوي، التاتش بتاعها حلو قوي. انا كده هحرق لكم الريفيو ولا ايه؟ فخلينا زي ما عودناكم دايما نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. بالنسبه للانبوكسنج بتاع الاكس اي 21 ترو وايرلس ايرفونز او تي دبليو اس، السماعات دي بتكون بلونين سواء اسود او ابيض زي اللي معانا. والمميز فيها ان هي 1 ويك ستيدي بلاي باك، يعني تقدر ان انت تشغل ميوزك لمده اسبوع تقريبا، تقضي معاك الاسبوع كامل جدا، اسبوع شغل او اسبوع مدرسه او اسبوع جيم او وات ايفر. طيب فيها كمان جريد بيز زي اللي هنا، والشيبسيت بتاعتها بتديك ستيدي كونكشن حلو جدا، وفي نفس الوقت سوبر لو لاتنسي، يعني مفيش اي تاخير في الصوت. يعني لو بتلعب فدي مناسبه جدا للعب، تقريبا بتوصل لحد 60 ملي سكند او ما يشابه الحته. وكمان بمساعده البلوتوث 5.0 تقدر ان انت تقعد 10 متر بعيد عن الموبايل، ودي حاجه مميزه جدا عشان ما تمشيش بالموبايل مثلا في كل حته. يعني ممكن ان انت تسيبه في الجيم في مكان محدد وتمشي تلعب وهكذا بدون اي مشكله وبدون اي تقطيع. الاوبشنز اللي فيها برضو اللي مكتوبه على العلبه، التاتش كليكه كليكتين 3 كليكات وشغالين بشكل مميز جدا. والشاحن بيجي تايب سي، وهنشوف كمان السلك الموجود جوه من بريميوم كواليتي، شكلها حلو جدا. تعالوا نفتح العلبه مع بعض. جميله جدا، بصوا حتى الكواليتي بتاعتها من جوه اكس اي 21، مهتمين قوي بالتفاصيل. السماعه بتكون هنا زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت الدوتس ذات نفسها بتكون موجوده بره عشان خاطر تشوف الكواليتي والاهتمام بالتفاصيل اللي موجوده في السماعه. تعالوا نشوف ايه ما وراء الطبيعه برضو، او ما وراء البوكس الاسود ده. هتلاقوا ان احنا عندنا هنا ايه، السلك بتاع الشحن التايب سي، الكواليتي كويسه جدا، والتبس عشان خاطر تغيرها على حسب مقاس ودنك، اليوزر مانيوال، وكمان الفارنتي او الضمان بتاعها. ودي طبعا بضمان، ودي طبعا بضمان زي ما انتم عارفين شركه انفينكس شركه كبيره جدا. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في تصميم الماتيريال. تصميم الماتيريال حلوين جدا كتصميم خارجي. تايب سي من هنا، اللمبه موجوده هنا بشكل حلو قوي، التصميم داخل الودن حلو جدا وثابته وعمرها ما هتقع منك، تلعب بيها رياضه، تلعب بيها اي حاجه، تجري بيها، تتنطط، ما فيهاش اي وقعان خالص. ولكن يعيبها حاجه واحده من وجهه نظري، الا وهي الماتيريال بتاعت الجزء ده مش افضل حاجه. احنا برضو هنشوف الكلام ده، والفينش بتاعتها برضو مش افضل حاجه، ولكن فيما عدا ذلك فهي تحفه ممتازه. ولكن بالنسبه للسعر برضو ما اقدرش ان انا الومهم خالص. خلينا برضو نعمل كلوز اب على التصميم والماتيريال، يلا بينا. بالنسبه بقى للتصميم والماتيريال، فالتصميم انا شايفه ان هو مش افضل حاجه، ولكن كماتيريال فالماتيريال انا حاسسها كويسه جدا. البوكس شكله حلو قوي، تايب سي في مكان حلو كويس بدون اي مشكله، وكمان الاهتمام بالتفاصيل ان هم يكتبوا السيريال نمبر بتاعتها من جوه والايزو وكل الستاندردز اللي هم ماشيين بيها، شكلها حلو جدا. يعني ماتيريال حلو. البوكس مش بحب انا الشكل ده قوي. طيب بالنسبه للتبس فانا حاسسها ان هي الماتيريال بتاعتها مش افضل حاجه، ولكن مديك لون كده ابيض مط شكله لطيف، ولكن حاسس ان الماتيريال مش بريميوم قوي، على عكس اختها التانية الاكس اي 20 العاديه. فيها اللمبه هنا بتعمل بيرنج، وفيها لمبه هنا برضو هتلاقيها ان هي بتنور لما تبتدي انت تعمل بيرنج. اللمبه بتكون هنا، اكيد هتشوفوها في وقت من الاوقات زي اللمبه بالظبط اللي هنا. تعالوا ندخل الاتنين جوه، هتلاقوا اللمبه نورت زي ما انتوا شايفين. نوطي الاضاءه كده شويه، اكيد شايفينها دلوقتي. تمام. طيب
ميزه دي التب اللي موجوده جوه ان هي بتقفل في الودن وبتكون بشكل حلو جدا ومميز، وفي نفس الوقت انت بتريحك عشان خاطر ما بتقعش، يعني ثابته جدا في الودن، وفي نفس الوقت بتقفل الودن فما بتسمعش النويز اللي براه، وهي ما فيهاش اكتف نويز كانسليشن ولكن كويس. الدوتس ديزاين بتاعها كويس جدا. بالنسبه بقى للمميزات، المميزات حلوه على قد فلوسها برضو، كويسه قوي. فيها تاتشين 3 تاتشات عشان خاطر تتحكم في الميوزك بمنتهى السهوله، التاتش بتاعها بيعمل بامتياز. النويز كانسليشن الموجود في التبس اللي موجوده بتمنع شويه الصوت اللي بره بشكل او باخر. الصوت بتاعها حلو قوي، البيز كويس، صوت نقي، ما تحسش ان هو رخيص خالص ابدا ابدا ابدا. حاجه كمان حلوه جدا الا وهي ان هي ملهاش ابلكيشن، ولكن ده عشان خاطر سعرها يقل شويه. هو مش لازم ان هم يدعموا لك كل السماعات اللي موجوده، عندهم رينج كبير جدا، فمش هيقدروا ان هم يعملوا لكل واحده مخصوص ابلكيشن، خاصه ان انت مش هتعرف ان انت تستخدمه في اي حاجه. هو جاست انت عندك الثلاثه اوبشنز اللي هم الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم دول. للاسف برضه ما فيهاش سنسور، انت لازم ان انت تحط سماعات جوه دي عشان خاطر الميوزك تقف، ودي حاجه يعني اعتقد ان هي لازم نتقبلها في الفئه السعريه دي. تست الله، تمام تمام قوي، تمام تمام يا مصريين. ولكن بالنسبه للمايك بتاعها فهو حلو جدا جدا جدا. اتكلمت بيه وما واجهنيش اي مشكله ولا واجه اللي قدامي اي مشكله، يعني ما حسش ان هو سماعه تعتبر بالسعر ده خالص خالص خالص. انا مبسوط بيها، انا مبسوط بيها بالنسبه للسعر بتاعها. وبس كده، دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا انبسطتوا. ولكن عايزين نعمل ريكاب سريع كده على كل اللي احنا قلناه. بالنسبه للانبوكسنج بتاعها، الانبوكسنج بتاعها الماتيريال بتاعته حلوه جدا، والبوكس بتاعها يعتبر كويس مش رخيص تماما. فيها كمان التايب سي الكيبل بيشحن بيها بمنتهى السهوله، 5 واط طبعا، ما ينفعش ان انت تزود عن 5 واط. وحاجه كمان، التيب اللي موجوده الزياده اللي جوه الانبوكسنج بتكون بشكل حلو قوي، هتريح ودنك يعني، هتريحها وهتلاقي مقاسك يعني هتلاقي. بالنسبه كمان للتصميم الماتيريال، تصميم حلو قوي. التصميم اديله 8 من 10، تصميم خارجي. الفينش اديله 7 من 10 تقريبا، سواء في السماعه او في البوكس بتاعها اللي انا بقوله ده، بس تمام انتوا فاهمين اكيد. بالنسبه للتصميم، فالتصميم بتاعها حلو قوي برضو. الفينش هديله 7 من 10 هنا. بالنسبه للماتيريال هنا هديلها 7 من 10 برضو، مش افضل حاجه. حتى المط بتاعها مش اللي هو هاي او بريميوم يعني، لا هو مش عارف، ماتيريال مش افضل حاجه يعني. بالنسبه للصوت بتاعها، فالصوت بتاعها كويس قوي، الميوزك بتاعتها حلو قوي، تحس ان انت جوه اللعبه او جوه الدنيا. فيها لاتنسي قليل قوي، فيها تاخير قليل قوي، وده يخليك ان انت تلعب بيها العاب كويسه جدا بمنتهى السهوله. فيها البيز برضو حلو قوي، جريد بيز زي ما انتم شايفين، ولكن ما فيهاش ابلكيشن وما فيهاش سنسور لما تقلع توقف السنسور، ودي حاجة طبيعية في الفئة السعرية دي يا جماعة. هي دي بتنافس الاورايمو فري باز 3 لو انتوا فاكرينها. هي ما زالت موجودة ولكن إلى حد ما هديت شوية في المبيعات بتاعتها. وبس كده، دي كانت كل حاجة كنت عايز أقولها لكم النهاردة خالص. ما تنسوش ان انتوا لو عايزين تشتروها هتلاقوها عند شوب نمبر 99. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وبرومو كود ريفيوز everything عشان خاطر تاخدوا خصم على اي حاجه من المنتجات اللي موجوده قدامنا. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. سلام.